انا جيت. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما بصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة الفيديو النهاردة هو بقى برضو ولا نسخة ولا كيف ولا اي حاجة. فكرة الفيديو النهاردة هو شرح بسيط وشرح جميل جدا هيفيد حرفيا اغلب الناس اللي ارقامهم بتطير، انتهاك، ابلاغات، سبام، اي حاجة من الحاجات ديت. لو رقمك بيطير او رقمك طاير، حد تبعك رقمه طاير، حرفيا تابع الفيديو معايا لاخر ثانية علشان تفك اي رقم ان شاء الله يكون محظور، او اي رقم عندك يكون مثلا ايه، واقف او حاجة ومش عارف تفك الرقم، وانت الرقم ده عليه شغلك وعليه كل حاجة تخصك. اتفرج بس معايا على الفيديو دوت، وهخليك ان شاء الله ما تطلعش بره الفيديو غير ورقمك مفكوك وكل حاجة بالاثباتات يا حبيب قلبي في الصورة المصغرة موضح. يعني الرقم بتاعي انا اللي كان طاير، فاهمني؟ فالرقم اتحظر، تمام، فكيته، عملت كود وفكيته والدنيا كانت ماشية زي الفل، تمام. احنا بقى عايزين نتكلم في نقطة كده اهوت بسيطة قبل الفيديو ما نبدأ في الطريقة، تمام. وهي انك كل مرة تبعت لهم في الموضوع سؤال حول حظر رقمي. يعني لو دخلت كده اهوت على الجيميل بالشكل ده، فبتضغط مثلا على كلمة انشاء من تحت عشان تبعت رسالة للشركة، تمام. فبيجيلك من هنا كلمة الى وكلمة الموضوع وكلمة انشاء رسالة الكترونية. عايزك تركز معايا علشان كل ثانية في الفيديو مهمة جدا جدا جدا، وانا باذن الله مش هطول في الفيديو، والله العظيم باذن الله هحاول على قد ما اقدر اخلي الفيديو 4 دقايق 5 دقايق بالمونتاج كمان علشان ما الدنيا ما تسحش منك. حلو، وهوطي صوت الميوزك خالص علشان تسمعني وتصحصح معايا كده اهوت وتفك الرقم، وان شاء الله ما يكونش عندك اي مشكله. كل مره يا باشا كنا بنكتب هنا في كلمه الموضوع سؤال حول حظر رقمي، حلو الكلام. وكان بيجي لك بقى الرد سبب الحظر ومش عارف ايه، وبعد كده انت بتعمل لهم رد على الكل وتقول لهم طب مش عارف اصل انا الرقم بتاعي مش عارف انا مش عارف بتبع الخصوصيه بتاعتكم وتم حظر رقمي وارجو القصة ديت قصة قديمة، تمام. وبقت بتأخر جدا 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 بال 12 ساعة وبال 24 ساعة علشان بس ايه يتم فك الحظر على الرقم. طيب انا هخليك تعمل حركة النهاردة، تمام، صايعة جدا 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 على الشركة ذات نفسها، هتخليها تفك رقمك بالذوق او بالعافية. حلو الكلام. اول حاجه كود الفك هتلاقيه تحت في الوصف يا باشا مباشر، ميديا فاير، كود كده اهوت محترم. هو ملف بسيط هتفتحه، تمام، هتفك الضغط عنه من مثلا البرنامج دوت بتاع مدير الملفات، تمام. ولو انت الفون بتاعك بيفك الضغط هيبقى حاجه زي الفل، او تنزل برنامج فك الضغط اللي اسمه زار شيفر دوت، برضو بيفك من على جوجل بلاي، موجود كل حاجه، تمام. هتروح على مدير الملفات بالشكل ده، هتلاقي كود، بص، بسيط جدا، كود فك الحظر الجديد 2022. حلو الكلام، كود بسيط ان شاء الله وهيفك لك الرقم والدنيا هتبقى زي الفل. هتفتح الملف بالشكل كده، هتلاقي كل حاجة انا مظبطها لك ومسستمها لك جوه الملف، تمام. الايميلات بتاعت الدعم اللي انت هتبعت لها، مش هنبعت لايميل ولا 2 ولا 3، احنا هنبعت باذن الله لاكتر من 8 ايميلات عشان الرقم بس بتاعك يتفك ويردوا عليك في اسرع وقت ممكن. حلو الكلام، حلو الكلام. الرسالة الاولى اللي انت هتحطها في الموضوع هتكتب ايه بقى؟ لماذا لم يتم رفع الحظر عن حسابي. هتاخد بس الكلمة دي يا باشا كده نسخ، حلو الكلام، وتروح لي على الجيميل مرة تانية وتكتب لي هنا في الموضوع، بس خلاص انت بتلزقها، فاهم؟ تلزق بس كده، نسخ لصق، قصة بص مفيش ابسط من كده، تمام. وعند كلمة إلى ديت هتروح لي يا باشا على عند الموضوع ده بقى، عند ايميلات الدعم، تمام. وهتاخد كل ايميل فيهم بالشكل ده نسخ، حلو، وتروح لي كده اهوت تعمل لي ايه، لصق، تمام. وتنزل لي مره كمان وتروح لي تاني وتاخد لي الايميل ده، سوري، ايوه ده نسخ، وتروح تحطه مره كمان هنا وتنزل مره كمان، وهتلاقي الايميلات اصلا ايميلات زي ما انت شايف كده اهوت ايه، يعني فعلا ايميلات الشركه وايميلات الدعم، تمام. وتحط نفس القصه
وتنزل مرة تانية، ترجع تاني تاخد ده، تمام، نسخ، وتروح تحط تاني في دوت، تنزل مرة كمان. كل حاجة انت اهو بتاخدها نسخ. حلو. طب مش عشان بس ايه مفيش حاجة تبوظ من الملف، تمام، نفس القصة تنزل. يعني ده اللي انا بوضحهولك. حلو الكلام. طب وبعد ما تخلص بقى القصة ديت، بعد ما تخلص وتحط جميع الايميلات بالشكل ده، مش هتحط حاجة في انشاء رسالة الكترونية، ما تحطش اي حاجة فيها. كل اللي هتعمله انك هتطلع على علامة السهم الاخضر دوت وتبعت. حلو. بص في بالظبط دقيقتين 3 بالظبط وهتلاقيهم بعتولك رسالة اللي هو مش عارف نحن متفهمون. هوريها لك دلوقتي حالا من المعرض بالشكل ده. مرحبا، شكرا على رسالتك، نتفهم أنه قد لا يمكنك الوصول إلى واتساب لتسريع الرد على طلبك. يرجى فتح واتساب وإدخال رقمك ثم النقر على الدعم. أنت ما تعملش الحوار ده خالص. كل اللي هتعمله بعد ما الرسالة دي يا باشا تجيلك، هتروح بقى تعمل الرد على الكل. تمام، يعني بعد ما دي جاتلك هتروح تعمل الرد على الكل من العلامة ديت. تمام، من زي ما وريتك كده هوت. بعد ما يجيلك بقى بتلاقي من تحت الرد او الرد على الكل، تعمل الرد على الكل. حلو الكلام. وتروح على الكود بتاعك الجميل وتروح كده على الرسالة ديت وتعمل ايه، تاخد الرسالة دي كده بالظبط نسخ بالشكل ده. بس كده. وتروح تحطها هناك لصق وتظبط بقى الرقم. يعني انا حاطط لك هنا بالكود الدولي بتاعك -20 تكمل رقمك. يعني مثلا -20 12 7 3 2 4 9 6 0 9، يعني الرقم اللي هو معناه 0 12 7 3. بس اهم حاجة الكود الدولي بتاعك يكون محطوط اللي هو -20 مصر -20. فاهمني؟ بس لا اكتر ولا اقل. باذن الله باذن الله الرقم في خلال بالظبط ساعة زمن، نص ساعة بالظبط، بتلاقي الرقم اتفك ومفهوش اي مشكلة. هتلاقي الرقم لوحده اتفك بدون اي مشاكل، سبام بقى او انتهاك. او كمان موضوع الابلاغات، انا مجربتش سياسي اعمال، بس حرفيا الكود شغال كل حاجة حرفيا تمام. والدنيا زي الفل. ارجو بس منك انك لايك كده هوت محترم للفيديو، شير على قد ما تقدر علشان كل الناس تستفيد. كمان انك تشترك بقى في القناه بتاعتنا المتواضعه. يعني والله يا جماعه القناه بتاعتكم انتوا مش بتاعتي انا، تمام، علشان ان شاء الله يعني نقدر نوصل في اقرب وقت ل 3K ان شاء الله. هتكون دي فعلا يعني دي بقى هديه كبيره جدا انا مجهزها لكم ان شاء الله. بس ان شاء الله احنا بس كده نشد حيلنا علشان نوصل في اقرب وقت ل 3000 مشترك، 3000 اخ واخت على قناتكم مايو ابلكيشن. وباذن الله مستمرين بدعمكم. بس كده يا صاحبي، فكرة الفيديو ابسط مما يمكن والدنيا بسيطة جدا، وان شاء الله مفيش اي حاجة تقف معاكم. ولو اي حاجة وقفت معاك، كل حاجة تخصني من السوشيال ميديا هتلاقيها موجودة تحت في الديسكريبشن. واتساب، تليجرام، انستجرام، تويتر، كل حاجة موجودة تحت الوصف، في الوصف تحت في الديسكريبشن. خش كلمني وهساعدك، ما تقلقش، برد على كل الناس. قدم لكم الفيديو مال السفاح، والسلام عليكم.